الحوار سينطلق حينما تتوفر الظروف الملائمة، وهكا علاش اليوم لقانا مع النواب المعلقين نشاطهم يندرس في هذا هذايا، وإن شاء الله بعض المشاورات على شدها من أجل عودة الحوار. المسار الحكومي ولا مازال بوادر معناها في الأفق، إن شاء الله نتمنى أنه في القريب العاجل. بالنسبة للنواب المعلقين نشاطهم، هل توا باش يرجعوا ولا هم ما يعتبروش رواحهم معناها منسحبين، لكن رابطين عودتهم بانطلاق الحوار، وإن شاء الله على أقصى تقدير يكون يوم الاثنين باش نتفقوا في كون أما باش نعلن على رئاسة الحكومة، باش نعلن على كل المسارات. إذا كان هذا ما تمش وقتها نعلن. فما اليوم زوز أسماء شيشان الطبيب و جلال العيادي. نعم. شنو فما طرح الأسماء هذوما؟ لا ما ناقشناش المسائل هذه بالكل، احنا ناقشنا تبدلنا شوية إعلام في نفس الوقت. لا مش على النواب هذوما، يعني بصفة عامة في المشاورات نتاع الحوار. على كل حال ما زالت كل الفرضيات مطروحة، كل الفرضيات مطروحة. هل فما إمكانية إنه من هنا بداية الأسبوع القادم ينطلق الحوار؟ ممكن جدا، ممكن وارد. سيكون برشا أطراف اليوم ولا تحدث على فشل الحوار وعدم رغبة الرباعي في الإعلان عن الذات. هو ثم ناس عندها رغبة الفشل، ونحن الفشل عندنا ممنوع، بما أنه الفشل هو قد يكون يؤدي للمجهول بلادنا، احنا ما نرضاوش بلادنا المجهول، لكن إن شاء الله الحوار لا يثمر، مش الحوار من أجل الحوار.